أهلا بكم مجددا في استكشافنا لمصدر اليوم. معنا نص مميز جدا، أرجوزة شعرية تعليمية اسمها تزود الصغار للشيخ أحمد الخديم. أهلا بك. وبالفعل هو نص لافت، يعني محاولة لتقديم أساسيات الدين للأطفال للناشئة بلغة شعرية بسيطة ومباشرة. صحيح، ومهمتنا اليوم هي خلينا نقول الغوص في محتوى هذه الأرجوزة ونفهم أهم رسائلها. بالضبط، نستخلص الأفكار الأساسية اللي أراد الناظم يوصلها للصغار. طيب نبدأ من البداية. كيف بدأت الأرجوزة؟ يعني إيش أول ما يركز عليه؟ هي تبدأ مباشرة بتوجيه الصبيان، تحثهم على طلب العلم وترك اللهو واللعب ومجالسة الصالحين، يعني توجيه تربوي في البداية. توجيه تربوي جميل، وبعدين؟ بعدين مباشرة يدخل في صلب الموضوع، يقسم الدين لثلاث مراتب أساسية. التقسيم الشهير. نعم، الإيمان والإسلام والإحسان. ويبدأ طبعاً بالإيمان اللي هو الأساس العقائدي. الإيمان بالله أولاً؟ أكيد، يركز على الإيمان بالله وصفاته الأساسية، يعني يذكر الوجود، القدم، البقاء، الوحدانية، القدرة، الإرادة، العلم وغيرها. يعني الصفات اللي تثبت وجود الله ووحدانيته وقدرته. بالضبط، كأن الهدف هو ترسيخ هذه الفكرة الأساسية، الإله الواحد القادر، في ذهن الطفل أول شيء. منطقي جدا كبداية. طيب وإيش كمان في جانب الإيمان؟ يستمر في أركان الإيمان الأخرى، يتكلم عن الإيمان بالملائكة، طبيعتهم، عصمتهم. مخلوقون من نور كما هو معروف. نعم، وبعدين الكتب السماوية، يذكر التوراة، الإنجيل، الزبور، وطبعا القرآن الكريم اللي يسميه الفرقان. تمام، والرسل؟ يتكلم عن الإيمان بالرسل ويؤكد على صفاتهم الأساسية، الصدق، الأمانة، التبليغ، وكمان يستحيل عليهم الكذب أو الخيانة، يعني تأكيد على عصمتهم ومصداقية رسالتهم. وماذا عن اليوم الآخر والقدر؟ اليوم الآخر بكل تفاصيله تقريباً، البعث، الحشر، الميزان، الحوض، الجنة، النار، الصراط، الحساب، يعني يعطي صورة متكاملة. صورة شاملة فعلا. وأخيراً الإيمان بالقدر، خيره وشره، فتكون الصورة العقدية اكتملت عند الطفل بشكل مبسط طبعاً. مفهوم. إذا بعد ما رسخ هذه القواعد العقدية، كيف انتقل للجانب العملي لقسم الإسلام؟ هنا يجي قسم الإسلام، وهو بيركز على الأركان العملية الظاهرة. الشهادتين أولا؟ نعم، ذكر الله، الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كإعلان للانتماء والهوية. وبعدها الأركان العملية المعروفة، الصلاة، الزكاة، الصيام والحج. هل يدخل في تفاصيل هذه الأركان؟ هو يذكرها، لكن اللافت إنه يعطي تفصيل أكثر شوي في موضوع الصلاة والطهارة. الطهارة؟ يعني الوضوء والغسل؟ بالضبط، يتكلم عن الوضوء، الغسل وحتى التيمم، ويذكر أركانها أو فرائضها وكمان سننها. ونفس الشيء بالنسبة للصلاة، يذكر فرائضها وسننها. وهذا يقودنا للنقطة أنا أشوفها محورية جدا في الأرجوزة، تحذيره من العبادة بدون فهم. صحيح جدا، هذه نقطة مهمة فعلا. القصة الرمزية للشخص اللي يتوضأ ويصلي بأحسن شكل لكن ما يعرف يفرق بين الفرض والسنة في عبادته، قصة قوية. قوية ومعبرة، هي خلينا نقول لب الرسالة هنا. الناظم كأنه يقول نقلا عن بعض العلماء كما يشير إن العبادة بدون علم وتمييز قد لا تقبل. يعني الشكل وحده لا يكفي؟ أبداً، مش مجرد أداء حركات روتينية، لازم يكون في فهم للي قاعد تسويه، ليش هذا فرض، ليش هذا سنة. وهذا يرجعنا لأهمية طلب العلم اللي بدأ فيه الأرجوزة. تماماً، العلم أساسياً حتى في العبادات اليومية. فكرة أن التقليد الأعمى ممكن ما يكون كافي، هذه رسالة واضحة جداً في هذا الجزء. طيب من العبادة بفهم ننتقل للمرتبة الأعلى أو القسم الثالث، الإحسان. الإحسان، نعم، يعرفه بالتعريف النبوي المعروف: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرتبة المراقبة والإخلاص. بالضبط، هي علاقة أعمق مع الله، ولذلك الأرجوزة هنا تدعو للتحلي بمجموعة من الفضائل، فضائل قلبية وسلوكية. مثل إيش؟ مثل العلم، الحياء، الشكر، الإخلاص، الصبر، الورع، الصدق، التوكل، التواضع، يعني منظومة أخلاقية متكاملة.
وفي المقابل أكيد يحذر من الرذائل؟ طبعاً يحذر من أمراض القلوب، الرياء، الكبر، الحقد، الحسد، الأشياء اللي تنافي الإحسان والإخلاص. وهناك كمان نصائح عملية أظن؟ نعم، في نهاية هذا القسم تقريباً في نصائح قيمة عن اغتنام الأوقات والفرص في الحياة. مثل؟ الشباب قبل الهرم، الصحة قبل السقم، الغنى قبل الفقر، الفراغ قبل الشغل، والحياة قبل الموت. هي دعوة لاستثمار العمر في الخير. دعوة جميلة وعملية. طيب كيف يختتم الناظم الأرجوزة؟ الختام تقليدي نوعاً ما، يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في إشارات خاصة في الختام صحيح؟ في إشارات لافتة يذكر بعض الفوائد المرجوة أو المبشرة بها منهج الأرجوزة. يقول إنها ألفت بإذن إلهي أو بإلهام رباني. يعني يعطيها مكانة خاصة. نعم، ويذكر إن اللي يقرأها أو يحفظها يسعد ولا يشقى، بل ويقال إنه قد يعفى من سؤال الملكين في القبر. هذه إضافة روحانية قوية. بالتأكيد، هي تعكس مكانة النص عند الناظم وعند أتباعه، وتعطيه بعد روحاني خاص يتجاوز كونه مجرد نص تعليمي. إذن لو حبينا نلخص، تزود الصغار هي أشبه بمنهج متكامل للصغار، يجمع بين العقيدة الصحيحة اللي هي الإيمان، والعبادة العملية الواعية اللي هي الإسلام، والأخلاق والسلوك الرفيع اللي هو الإحسان. وكل هذا في قالب شعري سهل ومناسب للمبتدئين. تماماً. ويمكن النقطة الأعمق اللي تتركها الأرجوزة في الذهن، خصوصاً مع قصة الوضوء والصلاة بدون تمييز، نعم. هي دعوة للتفكر. كيف ممكن سعينا لفهم حكمة الأحكام ومقاصدها، مش بس شكلها الظاهري، يغير فعلاً من طريقة تعاملنا مع ديننا؟ كيف يغير من عمق ممارستنا للدين؟ سؤال مهم جدا للتأمل. كيف يتغير التدين من مجرد ممارسة إلى تجربة واعية وعميقة؟ بالضبط، هذا هو السؤال اللي يبقى مفتوح للتفكير